بتكلم على الضيافة في اسكندرية اللي طبعا ما فيش حد ما عندوش ذكريات جميلة فيها طفولة و احنا نيجي نتكلم على الموضوع اللي هو شاغل بال كل المدن المصرية وكل الناس المحافظين. ما هوش موضوع دي الوحيد، بس هو زي ما تقولوا أكثر واحد الححن شايفينه، بس مش هو على فكرة أكثر واحد معلش. فلما بنبص على أي منظومة مصنفات صلبة في الغرب، لما كنا بندرس وناخد كورسات بتاع، كان الموضوع بيتقدم لنا ودرسه لنا على إنه منظومة هندسية إدارية. إيه نوع المعدة؟ إيه تكلفتها؟ إيه توقيتها في الجامعة؟ إيه الرسوم؟ كيف نحصلها؟ وحاجات كده. وحضرنا كورسات كتير و30 سنة بنحاول نطبق في مصر وفشلنا. فابتدينا نقول طب يلا نرجع نشوف هو في أي حاجة نفعت في البلد دي منظومة المخلفات الصغيرة؟ لو في وده كانت ليه؟ وجدنا إنه بالنسبة لأكبر مدينة القاهرة حاجة واحدة عبر 60 سنة استمرت، مش هقول نجحت يعني اللي هو 100%، بس استمرت وبدفعة ذاتية بدون أي توجيه من الحكومة وبدون أي توجيه من الرسوم اللي هي الفكرة بتاعت السوق بيحرك الحاجة. الحكاية الظاهرة دي إيه؟ انتظام الجامعة من قبل ما يسمى الزبائن أو جميع الاهتمامات الداخلية. لحد النهارده حضراتكم مش هتصدقوا هم مش مفروض يكونوا جزء من عقد قامة ولا STC ولا أي حاجة، لكن لسه بيجوا لحد باب البيت. بعدنا قال لا خلاص أنا بدفع الكهرباء ومش عايز أشوفك أنا في الصندوق، وبعدين قال لا أنا عايزك بحبك جدا هدفع الفاتورة وهدفع ليك في إيدك على الباب. فالنظام مستوى وراضيين. بعدنا الأحياء الشعبية في القاهرة بنعمل إيه؟ ما بندفعش بالشهر اللي بيأدي الخدمة، الحياة الشعبية اللي لسه ما فيهاش يعني كان بتاع، بس اللي بيجيها بقى بيجيها واحد عشوائي مش بعربية لوري، لا واحد ساعات على ايده وساعات براويش ساعات حمار لسه في أحياء يعني تعبان قوي، وبيروحوا ايه يبقى ها وهو بيديله كيس بيناوله بجنيه، لا وزنه ولا عد كم مرة. لما قعدنا نحسب عملنا طبعا دراسات مصرية بقى قلنا يلا اركن اللي اتعلمناه في الكورسات الأجنبية ويلا ندرس في القاهرة كنموذج، وبعد كده طلعنا